Bismillahirrahmanirrahim. Et-tevil ve tefvid. Şimdi bu nasları tevil etme ya da olduğu gibi bırakma. Tamam. Şimdi diyecek. Sümme innehu kad feşa idde ulemâ'ül ümme. Ümmet alimlerin yanında yani kumacı koyun. Disa ne yapıyor? Kadın ne yapacak? Tevil kirin yaşı Spartayına bal kada. Yani kada çık askeriye eve. Asla çık askeriye eve. ثم إنه قد فشى يعني بلا بويا عند علماء الأمة جمع عالم أمتي استعمال كلمة التأويل والتفويض عند الكلام على بعض نصوص الكتاب والسنة. Yani Kur'an'ına kullanmış kirina, istimal kirina, kelimat tevil ve tafvidi, cem haberdana servan hinki şey nusus-i kitab-ı sünneti. Yani mesela vakti kuseri haberdane bahsak vatne tevil etkin. Hinki vati em tafvid tkin. Bahsa vana kirne. İfelle tekelem ala hadin isra em biservan her düslaha bu akhfen haber biden. Ne var? فنقول جام دبيجن إن التأويل له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. İşte tevile معنى كويه بالي هي يعني علاقة بزمان راهي بالي زمانه ومعناه اصطلاحي كبير تريم هي اصطلاح والمعنى اللغوي معنى لغوي لغتها معناه اللغات يعني ايه كنت زماني واندا هو المعنى المستعمل فيه لفظ التأويل عند المتقدمين او معناه كنت استعمال كلمة كذا تيب قرار كذا لفظ التأويل عند المتقدمين وهو الوارد في الكتاب والسنة او كتاب والسنة كذا ذاتا نوري يعني اصلا او معناه لغويه اكو او اذا تي استعمال كن دوان النصادة او معناه لغوي تمام ها مم. قال الراغب الاصفهاني كما سيدنا تشوا استعمال كده ورا معناه او önemli اصفهاني قلت يا راغب الاصفهاني في مفردات القران كتابويه قلت يا التاويل من الاولي مش اوليه اي الرجوع الى الاصل يعني ما فاكر ربان اصلي ومنه الموئل الموضع الذي يرجع إليه مثلا موئل شيء جيك مالك شيء ذكري وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه يعني ذكرandına تشت ببعض شيء كجيتي قصد كر غاية كجيت خاص كر علما كان أو فعل ها فازي برا أو ب يعني يوجور هنا ولا علما علما كان أو فعل شي زانبون كيبه تشي كرين كيبه ففي العلم نحو مثلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم تمام تأويله ونزان إلا خدا o ekut ilmeda kok bardane. Ne var ya? Tevila ve nizanın illa huda o ilmeda kok bardane. Yani tevila ve yani çiftçiye kastkirin. Ne var ya? Çift bir şey murade. Ve zahiri manayı evet. وفي الفعل كقول الشاعر وللنوى قبل يوم البين تأويله عشقيرة بري روجا فراقي بين معنى فراق ومشابقته تأويله يعني أو جيكيوي هي جيكيوي مرف لفقره next وقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله وريه هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي بيانه الذي هو غاية المقصود مثل بيانه أي بيانه الذي هو غاية المقصود منه مثلا وبيانه تفضل معناه أوي معناه بيانه نوري وقوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا يعني قيل أحسن معنى وترجمة وقيل أحسن ثوابا في الآخرة نوري يعني ارتها çetre o tevilavi yani manavi daha hoşke o tercümavi daha hoşke ihtiyacı sevabı da ahireti da daha hoşke sevabı karşılık kiye vakti karşılık kiye dan kiye vaka bu mana fiili tamam. وأما قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات mesela huvellezî yani ev kadayı nazike serte kitabı J hinki ayetin muhkemin
او اصل كتابه ده اصل قرانه يعني ايه محكم ايكو احتياج وبال يعني او دوان داتونه يعني تاني فهمي نوري متشابهن هنكجي متشابهن يعني ايه فهم كنا وانصوره فاما الذين في قلوبهم زيغ قلبي وانضا خرابون هي فيتبعون ما تشابه منه او طابع ايه شبه لي دبن يعني ايه متشابه دبن ابتغاء الفتنه يجب طلب فتنه وابتغاء تاويله وجود ابتغاء تاويلاوي وما يعلم تأويله إلا الله حال تأويله أنجح خطأ والراسخون في العلم كم عطف مثال الله أو جزانا كم ناكن ابتداء والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا إيه كوك بردانة علمي دا أو نجيوان صابته أو دبيجين ما إمام بيانيه تكجم ربي منه وما يذكر إلا أولي الألباب يعني وعز ناستنا نصيحات ناستنا أنجح إخوي انا لذر او معناه ما جو لذر فاما الذين في قلوبهم زيغ قطويا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه ابتغاء تاويله جو معناه ما فرق لي بها يعني تقول دوجه ايه كنت قلبي وانا خرابون هي طبيعي متشابه دبن جبوت فتنه جبوت تاويله دبي تاويل مفتنه السيدات بيجا فالمراد بالتاويل في قوله ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله على ما قالوا عامه المفسرين التفسير الذي يشتهونه دبي أرضي تأويل نوي معنى كم بيش دبي المراد بالتأويل دفرادا تقول لك فري مفسرة قوتنا قوت التفسير الذي يشتهونه يعني أو تفسيرك أو شخط خوازن أرزو السكوانة ليؤيدوا به ما يذهبون إليه من الباطل شوفوا تقوية بكم بيتسيكو أو دبيجين باطل خو وإجابيات بيجاك فيات في معنى كل ذلك بذلك بخير ما قبله ما قبله تيثي به ها çünkü دبي آيات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ذات العصر سر فتنة كذي وقلت إيه قلبي واندا زيغ إذا تأويله نورمال نابه تأويله كما جو يعني كامرات جيتشيه أصل معنى تشيه في معنى نابه أما وما يذكر أما مثلا وما يعلم تأويله إلا الله نوري تأويلاوي أو معناه كبريكو معناه كبريكو تأويلاوي يعني الشيء وجر بالغة يعني مقصودة كجي مراد أو تأويلات دوا نبي معنيه أو معناه كمكوي وأما التأويل في اصطلاح الأصوليين بقول تأويل جملة أهل اللغات أذى وذات أذى آياته وحديثة ذا كتير استعمال كرنجي أصاب في معنى استعمال كرن وفهمت كين جاء التأويل اصطلاح أصولية ده فهو مقابل الحمل على الظاهر تلقى ظاهر هي مؤول هي ظاهر مؤول والظاهر هنا بمعنى الحقيقة المقابلة للناس طب الظاهر جدفر يعني معنى حقيقة أصغر شيء مجازي تسمع تمام ده في ظاهر أول يكون معنى حقيقة نعم معنى مجازي تمام يعني مثل ظاهر أول يعني معنى حقيقة تأويلاوي يعني معنى مجازي وإذ قد بينا أن أحد أركان إعجاز القرآن ما حواه من أساليب المجاز والكناية والتشبيه والتمثيل ما دام كي ما بيان كر ما يقول يكش أركان إعجاز القرآن تشي القرآن خدا قريه قرتيه أسلوب مجازي كناية تشبيه تمثيل نما ورا يقطبو فالقرآن إذن محتوى على المؤول بهذا المعنى وزان القرآن بمعنى مؤول خدا دقيقة نوري بمعنى چونكي يعني بمعنى كتدي معنى تشبيه معنى مجازي معنى كناية demek هي يمج بتو لغورا إصلاح أصولية أجر تأويل قاشيل حقته دابه ذي معنى تأويل قرآن دابره نوري لأن التأويل بهذا المعنى ليس إلا حمل كلام على المجاز أو الكناية شيء تأويل بمعنى أنجح شيء حمل كلام يسمى معنى مجازي يسمى معنى كناية والقرآن محتوى عليهما قرآن معنى مجازي وكناية خدا دقيقة كما محتوى على الظاهر شو حقيقي خدا دقيقة أي الحقيقة أو بقول إيه تابع حق ظاهر معنى حقيقي استماعك فالفهم الصحيح للقرآن كأي كلام هو كأي كلام بق يعني فيما صحيح القرآن ده هرهانجي وكلام دنيجي نوري يعني لا تشد القرآن التاني ده يعني وك هرهانجي خبر دانكي هو أن يفهم على وجهه فيما صحيح شيء يعني معناه شيء ولا فهمي أن يفهم الحقة منه حقة والمجاز مجازا كناية كناية يعني حقة ولا فهمي كناية ولا فهمي مجاز ولا فهمي وكما أن حمل الكلام كله على المجاز والكناية تحريف له وتبديل للكلمة عن مواضعه شو حمل كلام تف لسر مجاز وكنايته
حيث ما في حقيقة جي نقرأ أو تعريفه جو كلامي را أو تبديله ويدقشكنا كلمة جيوه تدقشتكي يعني تقرأتكي كذلك حمل الكلام كله على الحقيقة تحريف الله دوري حمل كلامي تفسر حقيقتيش تحريفها الكلام هذا حقيقتي هي مجازي هي كناشي وتبين الكلمة عن المواضيع وتدقشكنا كلمة جيوه هذا ما أطبق عليه علماء البلاغة من تقسيم الكلام إلى هذه الأساليب الثلاثة أفتشتيكو اتفاقنا سريع عالم بلاغته تقسيم الكلام فان هرسي أسلوبه يعني أسلوبه حقته مجازي كنايتي نوري واصطلحوا على تسميتها اصطلاح وان يستخدم داينوان بالحقيقة والمجاز والكناية يعني وان داينا حقت وتم مجاز وتم كتاب اصطلاح نوري وهذا اصطلاح منهم اصطلاح وانا ومن المقرر انه لا مشاحة في الاصلاح طبعا الشيء جي كتاب زانن مشاحة اصلاح هذا مفهوم ليش وكل من خالفهم وانكر وجود المجاز والكناية في اللغة العربية او في القرآن شقائق مخالفتي فان عالم الدين راكن نبارك ما اتفاق وان سديا تشيبيه نبري فريوان اتفاق كنا جا كليك مخالفته وان كنا وانكارا خاطنا مجاز وكنايات اللغه العربيه دا قلت تنه يا القران دا قلت تنه انكار كنا هاتناوي دوانا دا فاما انه خالفهم في الاصطلاح يا نافك دين رابيه ليكري الاصطلاح دا مخالفت كريه او شاحهم فيه نوري يا رابيه الاصطلاح دا وانا او بيه ترتش بيه او شاغب بريك براسه وياجي او كريه يعني خل نفهمي دانيا ودستري خصوار بيه يعني خنا دايفهمي فحاول انكار المجاز والكنايه لحاجه في نفسي رابيه مثلا او كريه يعني قصديه مجاز وكنايه انكار كيش بتشكيل لي بدايه مثلا بكي هي باطله تخازوا تثبيت لكنه لم يستمر احد من هؤلاء المخالفين في هذا الانكار اما يك جوان مخالفه دفي انكار خداش دوام نكري لأنهم يلتقون بهذين الأسلوبين في كلام الله تعالى çünkü راستين هالأسلوبات كلام خداتين وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الرسول راستين أسلوباتين وكلام البلاغاء من العرب بليغ عربة كلام واندا راستين أسلوباتين ويستحسنون ذلك وانا وشك دبينا بل إنهم كثيرا ما يستعملون هذين الأسلوبين في كلامهم ومحاوراتهم أو بخوجي فانا إنكار تكن قالك فان أسلوبه ده كلام ياخذه محاورات ياخذه يعني بجاز وكناية يعني استعمال كده محاورة ياخذ يعني ده دانو سدني ياخذه بتقوي ياخذه خبردان ياخذه وأما داعيهم إلى إنكار هذا إيوان سوختك قاضيوان كبار إنكار فيها فهو إثبات أمر ما يذهبون إليه إثبات أمر ما يذهبون إليه وما بأمرين رأيه يعني إثبات herhangi emre ki mayne kile ne var ya sıfatı yani bu تشكيل ليواندا تخذ وسط أو رد أمر فهو إثبات أو رد أمر ما يذهب إليه المخالف أو رده يعني أما داعيم إلى هذا إلى إنكار هذا فهو إثبات أمر ما أو رد أمر ما تمام يا رد أمرك يذهب إليه المخالف ومخالف دبيشة وتخاذ ويرد ونريد أن ننبه هنا أم تخازن نفر بدن الشاركين على أن هذا الانقسام في تقسيمكم أقول يعني في قسم كرني أي انقسام الكلام إلى هذه الأساليب الثلاثة يعني بال حقيقته كنايته مجازي كما ترى هذا الجبال كما أشرنا آنفا شو أنا ما إشارة كر ليس خاصا بالكلام العربي لا خاصة بالكلام العربي نوري بل شامل كل لغات العالم تمام اللغات العربية هذا هي ولا تحيا لغة من اللغات إلا باشتمالها على هذه الأساليب الثلاثة ناجي يا شامش نابه نوري يعني جيان نكربك كل لغة عالمي نوري أنجح كرب فان أسلوبه يعني أسلوب كناية اشتراها به مجازي شوك حقته ولو فرضنا لغة خالية عن المجاز والكناية أجر أن فرض بك لغتك بمجاز وكناية تكون أحط لغة وركها وأردأها وأشدها فهاهة أن كيمي لغتها وأن أويوان يكون يفهمي وأن أردأيوان يعني رديء ناخذ باش وأن أشدها فهاهة يعني يكون نايفهمي يعني في كنا يزوره وأجر لغتك ورهبة أجر وربه نوري أجر لغتك خالية مجازي وش كنايبه يرى أن لغتك كذبه
هذا مما لا يجوز أن يخالف فيه عقل. فيات تشتكي يكي عقل إنكار ذرد مخالفة بك. يعني ما كلامك بحقة مجاز كلامك أو زوا من زوا نوري خرود منه. نعم للعاقل أن يخالف تسوية، أما يكي عقل دبي بيجي تمام هي، أما نابجة مجاز تشكي نجير بيجي دبي تشبيه مثلا، نابجة كنايات تشكي ناف كده ليك. وأما الحقائق فليس لعاقل فضلا عن فاضل قال أما شيء gerçek يكي عقل نمكنه değil ki yeki ev yeki ehli fazileti ve alim be yani zedi yeki ehli fazileti hakikat yeki akıl ra nikare feleyse lehu en yuhalif fiha doğru nikare nikare muhalefet edip hakikaten biraz sakin واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Örnek şu mecazi yaratılmış.